السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة. امبارح يمكن اتكلمت، انا قلت في ناس كتيرة جدا محتاجين ان احنا نقف معاها ونساعدها. فيديو النهاردة هتكلم فيه على موضوع، يعني الايام دي ايام شهر رمضان المبارك، احنا ازاي نستغلها يا جماعة؟ غير ان احنا ندفع صدقات ونختم القرآن الكريم، ودي اشياء عظيمة جدا وانا لا اقلل منها. طب ايه الامور التانية؟ في امور تانية يا جماعة، انه احنا نسامح كل واحد اساء في حقنا، نسامح كل واحد، نسامح كل واحد. عارف انه هي صعبة، عارف انه هي صعبة، ويعني كمان صعوبتها لما بتكون من واحد قريب عليك، زي صديق، زي قريب، زي كده. ولكن المسامحة جميلة جدا، مش في رمضان بس. تسامح مش في رمضان بس، ده انت تسامح طول حياتك. المسامحة وحتشوف شعور وسلام داخلي عجيب جدا. آه، ابعد عن الخلافات يا جماعه، وبالذات في شهر رمضان. يمكن احنا بنكون حريصين على انه احنا نقول انه الناس تبقى كويسه مع بعض في الايام العاديه، ما بالك بقى بشهر رمضان. يعني انا دلوقتي لما بنزل مثلا اركب مواصلات ولا اروح حته، اشوف ان المشاكل كترت في شهر رمضان. يعني واقول لك اللهم اني صايم. طيب ما هو ربنا سبحانه وتعالى مش عاوزنا يا جماعه ان احنا نصوم عن الاكل والشرب. يعني لازم تعرفوا يا جماعه ان ربنا غني عننا، غني عن صلاتنا، غني عن عبادتنا. زي ما قلت في خلق سيدنا ادم، ربنا سبحانه وتعالى خلق الادم وهو غني عن عبادته. لازم نتاكد من كده. مش كون ان انت بتصلي وبتصوم وبتعامل الناس مش كويس فدي حاجه كويسه، لا طبعا، لا طبعا. يعني ربنا بيقول ما نال من صلاة من صيام الا المشقه والتعب. لازم تتعامل مع الناس بحسنى، لازم يبقى عندك صدر رحب. وخصوصا ان انت عملك في شهر رمضان، انت بتشتغل على نفسك وبتقرأ وردك وبتعمل اذكارك وبتصلي التراويح. فحرام بعد ده كله بتضيعه بمشكله، بخلاف وانت غني عن الخلاف ده. يعني احيانا يا جماعه بيبقى في خلاف بين شخص وشخص وينتهي بحصل خير. والله العظيم بينتهي بحصل خير. معلش، انت حضرتك مش هتبقى ضعيف لو انت عملت كده. الخلافات في شهر رمضان ده يا جماعه انا بشوفها كتير جدا، والناس سبحان الله بيزيدوا في شهر رمضان. المشاكل بتكتر في شهر رمضان، يقول لك الشياطين سلسله وكده، بس مع ذلك برضو في شياطين الانس موجوده بصراحه. نحب بعض في شهر رمضان، نحب بعض بصدق، يبقى المحبه، يبقى الافعال بتدل على المحبه، مش اقول بحبك انا وبعاملك وحش. دي الحاجات اللي انا عاوز اقولها في شهر رمضان. وربنا سبحانه وتعالى يعني يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال، وما تنسونيش في صالح دعائكم.